مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم بشقة جديدة في الإسكان الاجتماعي. الشقة دي يا جماعة من المساحات اللي هي بتبقى الغرف صغيرة شوية، والتويلت والمطبخ، وهنشوف مع بعض دلوقتي. الشقة دي فرشها جميل جدا جدا وفي منتهى الشياكة، وعاملين فيها حبة ديكورات كده حلوة. حبة اديكوا كده أفكار من الشقة الجميلة دي تستفيدوا منها. هنا عاملين كده جبسن بورد كده في السقف، شكله حلو قوي، وعاملين كده ألوان فاتحة، وحاطين كده في دخلة باب الشقة السفرة بست كراسي كده، شكلها جميل وحلو قوي، وحاطين عليها ديكورات حلوة، وعاملين كده نجف في السقف زي ما انتوا شايفين، شكله برضو جميل جدا جدا. هنا ده مساحة الريسبشن، بتكون حتة واحدة زي ما احنا شايفين، بتكون المساحة حتة واحدة مش زي الشقق بتاعتنا. بتبقى الحتة اللي عند باب الشقة أو القطعة دي بتبقى أكبر من القطعة اللي عند البلكونة. وحاطين كمان كده أنتريه حلو قوي وشكله رقيق وجميل، كنبة واتنين فوتيه فشكلهم تحفة كده، وعاملين ديكورات حلوة قوي عند البلكونة زي ما احنا شايفين كده، وحاطين سجادة كده شكلها حلو قوي. وهنا السفرة بتاعتنا دي بست كراسي، حاطينها كده في دخلة باب الشقة، وحاطين كده نيش عند السفرة كده، شكله برضو جميل. النيش مش كبير قوي. نحاول يا جماعة واحنا بنفرش شقتنا ما نجيبش حاجات كده كبيرة وضخمة، لان شقق الاسكان الاجتماعي بتبقى مساحتها مش كبيرة. هنا دي بقى الطرقة بتبقى اصغر من طرقتنا شوية، عاملين فيها جبسن بورد. ده كده المطبخ، عاملين فيه أفكار حلوة وموسعين فيه علشان المطبخ ده بيبقى أصغر شوية من المطبخ بتاعنا. هنا في دخلة الباب كده، بعد ما شالوا بقى الباب حاطين كده التلاجة، وعاملين جنبها كده وحدات بحوض، وفوقيه كده وحدات، وضايفين بقى هي البلكونة بتبقى في المطبخ. هم عاملينها كده ومستغلين، حاطين فيها وحدات مطبخ زي ما انتوا شايفين، ومقفلينها كده بحديد، وعاملين كده في مواسير الصرف فكرة حلوة، وحدات كده أرفف ديكورية علشان المنظر الجمالي بتاع المطبخ، ومقفلينه كله سيراميك، وعاملينه في اتجاه واحد مش زي مطبخنا، لأن المطبخ ده مساحة العرض بتاعه بتبقى كنزة شوية. وعاملين كده في الطرقة جبسن بورد شكله جميل برضو وتحفة، وعاملين كده ألوان رقيقة وجميلة. أنا مجرد بديكوا أفكار لشقق الإسكان الاجتماعي. هنا في الشقة دي يا جماعة بصوا عاملين ديكورات حلوة في التويلت، جميلة قوي قوي. عاملين كده حوض بوحدة كده شكلها جميل، وحاطين السخان، لكن البانيو القدم سايبينه زي ما هو، وعاملين بس كده ستارة، مش مغيرين فيه حاجة، سايبينه زي ما هو كده زي ما انتوا شايفين. انا مجرد بديكوا افكار يا جماعة الفرش شقق الاسكان الاجتماعي، وكل واحد بيعمل حسب ذوقه وحسب امكانياته. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. دي كده غرفة الاطفال، هم عاملين فيها كده سريرين صغيرين شكلهم برضو حلو، ودولاب كده ضلفتين شكله برضو جميل. العفش ده يا جماعة هم اكيد عاملينه عمولة على قد المساحة بتاعة الغرف زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده دي غرفة النوم الرئيسية، بسيطة وجميلة وشكلها جميل جدا. حاطين كده اتنين كومود والسرير في النص، وعاملين فيها كده إضاءات بسيطة وحاجات كده جميلة قوي. وعاملين دولاب برضو على قد المساحة، لأن هم عاملين العفش عمولة، لأن دي شقة عروسة وكده، فهي عاملة العفش عمولة. الغرفة التالتة بقى هم عاملينها ليفينج كده، عاملين فيها برضو جبسن بورد كده شكله حلو في السقف، وعاملين إضاءات برضو شكلها جميل وليدات، وعاملة ركنة كده ذوقها برضو حلو وراقي زي ما احنا شايفين كده. هي مستغلية الغرفة التالتة دي وعاملاها ليفينج، وحاطة كده الشاشة في الحتة اللي هي بتبقى داخل جوه الحيطة كده بمكتبة شكلها جميل وشيك.
زي ما احنا شايفين كده. الشقة دي يا جماعة شقة عروسة، شكلها شيك جدا وفرشها حلو ومنسقة، وعاملة الفرش على قد المقاسات. لأن شقق الإسكان دي بتبقى أصغر من الشقق بتاعتنا زي ما احنا عارفين. بعد كده هنطلع تاني على الريسبشن. بصوا عاملة ديكورات كده بسيطة وشكلها جميل ومش مكلفة خالص، وحاجات في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين كده. البلكونة بقى حاطة كده فيها كرسيين وترابيزة كده صغيرة، وعاملة نجيلة كده صناعي في الأرض شكلها تحفة قوي. برضو عاملين حاجات بسيطة برضو في البلكونة وشكلها جميل، وحاطة كده ورد وحاجات زي زرع كده. ده الريسبشن كده من وجهة تانية يا جماعة. وعاملة باب مصفح، وشالت باب الشقة بتاع الإسكان الاجتماعي، وعاملة باب كده مصفح شكله برضو جميل، وعاملة كده إضاءات حلوة، وعاملة ليدات وسبوتات حلوة. ما تنسوش بقى اللايك والشير. بحبكم جدا يا أجمل متابعين.